السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض ترس العجوة او ترس الافران بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان من نص كيلو دي هتطلعي الكمية الرهيبة دي، وطعمها مش هتصدقي حلاوته. ان شاء الله الوصفة تعجبك وهتجربيها. اهم حاجة ما تنسينيش في لايك وشير، ويلا بينا هنبدأ مع بعض وصفتنا. في البداية بتجيبي بولة أو عجانة، وكمان بتبدأي كده تنخلي الدقيق. مقادير على نص كيلو من الدقيق. طبعا بتزودي مقاديرك على حسب كمية الدقيق اللي هتعجنيها. معجنات بنشتريها طبعا بأسعار غالية جدا من بره، فجربيها في البيت وهتعجبك ان شاء الله، وهتاخدي نتيجة هايلة جدا في الآخر. خلاص انا كده نخلت الدقيق. هبدأ انزل طبعا بالمقادير الجافة معايا. المقادير هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف. بالنسبة للعجين أنا هنا مستخدمة مية دافية. عندك لبن رايب أو عندك لبن حليب، المتوفر عندك ممكن تعجيني بيه، وبتاخدي برضو نفس النتيجة في الآخر. نزلت كده بمعلقتين كبار من الزيت، وأسيب معلقة كده ألم بها العجينة في الآخر. هنزل كده بكمية المية. طبعا هنا مفيش مقدار للمية، انت على حسب العجينة ما هتاخد منك. احنا عايزينها ملمسها ناعم وجميل. نزلت كده بمعلقة الخل، وتبدأي طبعا تعجيني كويس جدا. نزلت بمعلقة الزيت، وتبدأي تعجيني كده كويس جدا، وتخدميها عشان تلاقي في الآخر نتيجة كويسة تعجبك. نزلت كده برشة من الزيت، وتبدأي تلمي العجينة بتاعتك لغاية ما تبقى ملمسها ناعم، ورشة كمان من الزيت في البولة، وهسيبها كده ترتاح. تغطيها بكيسة نايلون أو بستريتش راب. هبدأ كده أعمل عجينة العجوة. هنزل كده بالعجوة وعليها السمسم، كمان رشة من القرفة، وكمان رشة من الفانيليا، ومعلقة زبدة كده أو سمنة المتوفر عندك. تبدأي كده تعجنيها. أهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هبدأ كده أعجنها كويس جدا عشان أشكلها على حسب ما أنا عايزة طبعا. دي خلاص كده اتشكلت معايا. هبدأ كده أقطعها. هبدأ كده أرولها. طبعا بعملها رول على حسب ما انت عايزاها. يعني انا هعمل هنا عجينتين او هعمل شكلين، فانا هبدأ ارول كده شوية واعمل كده دواير او كور من العجوة كده، عشان هعمل نوعين من الترس. طبعا الولاد بيفرحوا بيها جدا وطعمها لذيذ جدا. انا طبعا هسرع الفيديو شوية عشان وقتكم. المعجنات طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وكمان مقاديرها بسيطة جدا. انا هنا طبعا قطعت، خلصت تقطيع العجوة، وكمان العجينة خمرت معايا. هبدأ كده اغطيها بكيسة او كيس تلاجة المتوفر عندك، وبتبدأي كده بتقطعيها وبتشكليها على حسب رغبتك. انا هبدأ كده اشكل يعني هعمل شكلين زي ما قلت. بتبدأي كده بتفردي العجينة، وبتبدأي كده تجيبي حتة من العجوة وتبدأي تعمليها رول، وبتقفلي عجينتك كويس جدا. وكمان بتعمليها زي الكحكة كده العادية خالص، وبتجيبي كده مقص وبتبدأي تقطعيها قطع زي ما هتشوفيها دلوقتي. طريقتها سهلة جدا وبسيطة. تجيبي كده صاج او صينية كبيرة المتوفر عندك، تدهنيها بس معلقة من السمنة. هجيب كده المقص، وبتبدأي بتقطعيها من الجوانب، تديكي شكل جميل جدا. طريقة سهلة خالص، وكمان بسيطة. كمان الشكل التاني بتبدأي كده بتجيبي عندك اي غطا ازازة ممكن بتشكلي بيها العجينة عادي. تقفيلة العجينة هنا بتقفلها كويس جدا عشان العجينة ما تطلعش منك، بس بتبططيها تبطيطة عادية خالص. انا هنا كنت بدور على غطا ازازة، فانا دلوقتي هجيبه دلوقتي وهعمل معاكي الشكل. برضو بتفتحيها كده بالمقص.
وهتطلع معاكي شكلها جميل جدا في الاخر. بدأت كده بتعملي بس الشكل بتاعها، وهبدأ طبعا اشكل باقي العجين. اهم حاجة وانت بتقفلي الترس بتقفليه كويس جدا علشان ما يفكش منك في الخبيز. هخلص باقي الكمية وهسيبها طبعا ترتاح شوية. طريقة سهلة جدا وبسيطة كمان. كده هسيبهم طبعا يرتاحوا لمدة 10 دقايق او ربع ساعة. كده ارتاحوا معايا. هبدأ طبعا اعمل لهم الدهان او سائل التلميع. بتجيبي كده كوباية من اللبن وكمان بيضة ورشة فانيليا. ما عندكيش الحاجة دي هتجيبي ممكن مية ونسكافيه المتوفر عندك. طبعا بتدخل على اعلى درجة حرارة. لو وصلت للفيديو لغاية هنا متنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تبدأي كده تدهني طبعا وانا مسخنة الفرن بتاعي. تبدأي تدهني الوش كويس جدا. دهنت كده خلاص وهبدأ ادخلهم الفرن. انا كده مهدية درجة الحرارة لان الحرارة كانت عالية جدا. بدأ ياخد الشكل النهائي ليه وهنقدمه. ده شكله النهائي. بألف هنا على قلوبكم. طعمه وريحته كمان رهيبة جدا وطالع كده ما شاء الله عليه. ان شاء الله الوصفة تعجبك وان شاء الله تجربيها. انا هنا سيبته يبرد. طبعا طالعة اللون جميل جدا وكمان طرية جدا وهشة. هتعجب ولادك. انا هنا هرصها وهنرجع تاني. هنا بعد ما رصيتها طبعا كمية رهيبة جدا من نص كيلو. ممكن تزودي مقدار الدقيق على حسب رغبتك. طرية جدا وكمان لونها جميل جدا. ان شاء الله الوصفة تعجبك وتجربيها. اهم حاجة متنسيش تدعميني وبألف هنا على قلوبكم وفي رعاية الله.